تعالوا النهارده نعمل مع بعض الميني بيتزا. ميني بيتزا هتطلع مننا خطيرة، طرية وجميلة وهشة طازة. وان شاء الله هديكم تريكة كده في العجينة بإذن الله هتطلع منكم ممتازة من أول مرة. أنا النهاردة عاملة 4 كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق، علشان الناس اللي لسه بتتعلم العجن جديد أو لسه أول مرة هيجربوها ما يجربوش في كيلو دقيق. إن شاء الله لما تظبط منكم اعملوها بقى انتوا بالكميات اللي انتوا عايزينها. بس هي الميني بيتزا يعني بتنفع قوي في اللانش بوكس. تنفع قوي، انا ساعات بحطها يعني احطها في الفريزر واطلعها بحيث اخدها معايا الشغل للاطفال وهم رايحين النادي بعد الظهر، بتبقى بصراحه منجزه جدا. وهنعملها بالخضار من غير اي تعقيدات ولا افتكاسات عشان ان شاء الله من اول مره تظبط معاكم. يلا بينا نبتدي الوصفه. هنحتاج في وصفتنا معلقه خميره، ومعلقه سكر، ومعلقه وكوبايه ميه. طبعا دي كوبايه ميه دافيه، واخلطهم ببعض كده يا دوبك اقلبهم علشان اجرب الخميره بتاعتي. لو انتي عندك خميره انتي واثقه فيها، انتي ممكن تحطي على فكره الخميره على الدقيق على طول، بس لازم الخطوه دي بالنسبه لي مهمه، لاني بخاف بصراحه تكون الخميره فيها مشكله تبوظ لي العجينه كلها. فالخطوه دي انا بعتبرها اختياريه، لكن انا خلاص بعتمدها على طول. احطهم بس يدفوا بس 10 دقايق. بصوا بقللت ازاي وبدات هي خلاص الخميره عندي شغاله كده، اوكي انا اشتغل على طول. ازود ربع كوبايه زيت او 5 معالق زيت، وبعدين ببتدي احط الدقيق. انا هحتاج النهارده 4 كوبايات دقيق، بس اهم حاجه يا جماعه الدقيق يكون منخول. انا طبعا يعني انا نخلته بس منخوله تاني قدامكم علشان اللي بيتفرج على الفيديو برضو يفتكر خطوه النخل، لان النخل ده بيدخل الهواء في الدقيق وبيفرق جدا جدا في الاخر في قوام العجينه. يعني انا كنت زمان ساعات بعمل العجينه من غير ما انخلها، لا فرقت معايا خالص موضوع ان انا اغربل الدقيق. وهنحتاج في الوصفه 4 معالق لبن بودره، ممكن تستغني عنهم لو ما عندكيش مش مشكله. محتاج 3 معالق سكر، و4 معالق زبادي. كل كوبايه دي بتاخد معلقه زبادي. يا جماعه الزبادي مهم جدا للعجينه، وطبعا الزبادي بدرجه حراره الغرفه. ومعلقه سمنه بلدي، وابتدي بقى اقلب. يا جماعه انتوا لا تتخيلوا الزبادي والسمنه بيفرقوا ازاي في العجينه. يا جماعه الزبادي بيخلي العجينه طريه طراوه مش طبيعيه، تقعد معاكي 5 ايام على الرخامه كده طريه وزي ما هي. والله لو هتاكليها بعد تالت او رابع يوم هتبقى زي ما هي العجينه. جميله جميله الزبادي يا جماعه والسمنه. والسمنه بتدي طعم للعجينه، ما اقدرش اوصف لكم الجمال. تبتدي بقى تعجني فيها بقى عجن كويس قوي. طبعا لو عندك عجينه تقدري تستغني عن الخطوه دي بمنتهى الاريحيه يعني، لكن انا بقى عايزه اعجن لكم علشان الناس اللي بتعجن تقعدي بقى تعجني بقى من 10 ل 4 دقائق. بصي بقى العجن يعني لت وعجن بقى زي ما بيقولوا، خدي ودي بقى في العجين. اهم حاجه يا جماعه الزبادي والسمنه يكونوا مش ساقعين، يكونوا بدرجه يعني سايباهم كده في المطبخ فتره. اي حاجه ساقعه يا جماعه بتبوظ اي عجينه، بتبوظ الكيكه، بتبوظ العجينه، بتبوظ اي حاجه. كده بقى رجعتها للطبق. هيكون الطبق ده مدهون زيت، وانا ادهن وش العجينه زيت واسيبها في مكان دافي لمده نص ساعه تخمر. انا بس محتاجاها تضاعف حجمها مش اكتر، لان الميني بيتزا بتخمر، لان احنا عقبال ما بنقطعها وكده بتخمر تاني في النص، فلو خمرت زياده هتبوظ منك. خلي بالك من المعلومه دي. اهي بصوا بقى بعد نص ساعه شكلها بقى عامل ازاي. انا بعشق العجين، بصوا الجمال. شايفين نجاح العجينه؟ بصي اول ما تنزليها وتبتدي تروح وتيجي معاكي كده اعرفي ان انت عجينتك ما شاء الله ناجحه. بصوا بصوا جميله ازاي، بصوا بتمط ازاي، بصوا مش مفروله مني ولا بتاع، بصوا بتروح وبتيجي ازاي اهي ما شاء الله. انا زي ما قلت لكم العجينه هتعمل معايا ال4 كوبايات دول هيعملوا معايا 28 قطعه. فانا ابتدي بقى دلوقتي اقطعها العجينه بتاعتي على نصين، وكل نص اقطعه 14 قطعه. طبعا على حسب ايديكي، ممكن تعمل معاكي 25 24 29، بس انا المره دي عملت معايا بالظبط 28 قطعه ال4 كوبايات دي. فهبتدي انا قسمتها نصين بالظبط، وهبتدي اعمل لها بقى شكل اسطواني كده واقطعها كور صغيره. هعملها كل كوره يعني كل واحده منهم هتعمل لي 14 كوره بالظبط. يعني طلعت معايا كده بالظبط. طبعا انت لو عندك ميزان عايزه توزنيها بيها وزنيها، ولكن يعني تتعمل كده بالايد ان انت تعمليهم قد بعض كده. ابتدي اقطعهم كور متجانسه كده قد بعض. بصوا اكورها كده، اكورها ادخل كده العجينه في بعض اخليها كوره، واجيب صينيه اكون دهناها زيت وارص فيها العجينه عقبال طبعا ايه ما اقطعهم كلهم علشان العجينه بتاعتي ما تنشفش، واغطيها. مجرد بس ما اقطعهم، هو الخطوه دي ما بتاخدش مني اكتر من 10 دقايق او يعني اقل كمان يعني. اعملها كده بس، بصوا ارصها بس في الصينيه. انا بالظبط العجينه عملت لي صينيتين 28 قطعه اهو. اسيبهم يرتاحوا بالظبط 10 دقايق بس، اغطيهم يرتاحوا بس علشان قبل ما ابتدي ابططها بايدي كده ما تتقطعش مني.
عشان ترتاح العجينه يا جماعه. لما بترتاح بين كل خطوه وخطوه لما بترتاح بتقدري تتحكمي فيها، ما تتقطعش منك، ما تلمش منك، ما تروحش وتيجي معاكي. اهي بصوا بقى، 10 دقايق بالظبط واشتغلت فيها، عقبال بس ما كنت طلعت الصلصه بتاعتي من التلاجة. اهي جبت المردانه الصغيره، وهجيب صينيه ادهنها زبده، زبده مش زيت، لان يا جماعه الزيت من تحت بيحمر لي المخبوزات من تحت قوي. يعني ممكن تبقى هي ما استوتش قوي ومن تحت لونها بقى احمر قوي، او ان في ناس ما بيحبوش اللون الاحمر قوي. ابتدي اهو بقى افردهم كده كلهم. بصوا بصوا مفروده ازاي، سهله جدا، دقيقه تاخدش دقيقه، لان هي مرتاحه العجينه وخمرانه ما شاء الله. ما بتاخدش. عملت الصينيتين بتوعي، ابتدي بقى اخرمها بالشوكه بتاعتي، اجيب شوكه واخرمها. ليه بخرمها؟ علشان ما تقبش مني او ما تبقاش متساويه وهي بتتخبز. في الوقت ده اكون شغلت الفرن، لان البيتزا لازم تدخل على فرن سخن درجه حراره 260، فرن ساخن، عشان المفروض ما تقعدش في الفرن اكتر من 10 او ربع ساعه عشان ما تنشفش. ده بقى انا النهارده عاملاها بالخضار، مقطعه فلفل اخضر وزيتون اخضر وزيتون اسود وبصل مقطعه من شويه كده، ومحطه عليه ملح وفلفل عشان يبقى له طعم، وجبنه موتزاريلا بس. عايزه بقى انت تحطي عليها اي حاجه حطي. ودي صلصه بيتزا يا جماعه، انا عاملاها في فيديو منفصل. لان دي صلصه جميله جدا، انا بعملها واشيلها في الفريزر في اي وقت اعمل البيتزا، يا دوبك اعمل العجينه وتكون الصلصه عندي جاهزه. انا عاملاها لكم في فيديو منفصل، هنزله لكم ان شاء الله، يعني يعني تقدروا تشوفوه بعد فيديو البيتزا على طول. صلصه رهيبه جميله جدا جدا جدا. بعد ما جربت عده وصفات للصلصات، دي احلى صلصه انا عملتها. اهو بصوا، حطيت الصلصه، حطيت الزيتون والجبنه بتاعتي، بس كده خلاص. لو عندك فرشه فيها لبن ادهني الاطراف، ما عندكيش مش مشكله، موضوع بسيط جدا. ودخليها على الفرن السخن اللي انا قلت لك 260، تاخدش 10 دقايق، 10 دقايق. ودي الصينيه التانية، ده الصاج التاني الكبير اهو ما شاء الله. بصوا الله اكبر. ودي بقى الصينيه بعد ما طلعت، بصوا جمالها ما شاء الله. انا بس هنا سبتها ربع ساعه لان انا عندي يعني حد بيحبها محمره شويه. اهي طريه وجميله تحفه. وهوريكم الصينيه التانية دلوقتي وهي طالعه. احلى ميني بيتزا هتجربيها عن تجربه والله. استنى بس لما تهدى. بصوا انا بس هنا مستنياها بس لما بس بردت شويه. بصوا طريه ازاي. بصوا انا بس عايزه اوريكم العجينه، والله العجينه بتقعد كده يومين ثلاثه بنفس الطراوه، لان ما شاء الله الزبادي مع الزيت مع اللبن البودره مع معلقه السمنه البلدي مطري العجينه ومخليها في منتهى الجمال. تقدري تعمليها تشيلها في الفريزر، تقدري تعمليها للفطار، هتعجبكم جدا جدا. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. لو في اي مشكله واجهتكم يعني في عمل البيتزا او اي خطوه عايزين تسالوا عليها، تقدروا تسالوا عليها في الكومنتات، وانا ان شاء الله هجاوب عليها. ان شاء الله من اول مره هتظبط معاكم. وبالهنا والشفا باذن الله عليكم، وان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد بوصفه جديده ان شاء الله.